انا صح انا صح والوايلد كارد بينجح بعد في اول جولة وتاني جولة وتالت جولة. ما كناش قادرين نعدي ال50 نقطة ولا ال40 نقطة. يعني في تالت جولة انا جايب حاجة و20 نقطة، في الجولة التانية جايب 36 نقطة. ما كنتش عارف اعدي ال40 نقطة. الجولة الرابعة بعد استخدام الوايلد كارد عدينا ال80 نقطة وجبنا 85 نقطة. مفيش يعتبر ولا لاعب في التشكيلة خايش، كلهم ما شاء الله واختيارات ثقة. فقبل ما نخش نشوف العظمة اللي حصلت في التشكيلة دي، انزل اشوف قناة فعل ذكر عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شايف ال85 نقطة، حاجة تفرح كده. والأول على العالم جايب 118 نقطة. يعني دول اللي تلاقيهم من المشعوذين اللي عاملين تريبل على زوباميندي والناس دي. ملناش دعوة. في البداية في حراسة المرمى اللي أنا كنت واثق فيه هندرسون 6 نقط. قلت لكم دفاع كريستال بالاس جامد، حارس كريستال بالاس حلو. فكريستال بالاس بتتعادل في الماتش بتاعها، و6 نقط للحارس هندرسون. وقدامه بقى على طول مدافع برضو من كريستال بالاس، لولا الانذار اللي كان خده كان ممكن يبقى اعلى، هو مينوز. جاب لي 5 نقط وواخد انذار، كان ممكن يبقى اعلى لولا الانذار ده. جنبه نيوكاسل كسبت ولفرهامبتون 1-0. ليفرامينتو كلين شيت و6 نقط. يعني تظبيطات، واخر التظبيطات في خط الدفاع وحلاوة الدفاع ويعني الفنان بتاع الدفاع فان دي فام من توتنهام اللي جاب جون. وطلعوا تقريبا كمان كلين شيت و14 نقطة، واتبدل اصلا. يعني بالك بقى لو كان كمل ممكن كان يجيب لي جون كمان. يعني انا طماع قوي. 14 نقطة، يعني لحد دلوقتي اللعيبة كلها تمام، ولا لاعب مخيش معايا، وكلهم مظبطين. نص الملعب بقى تشافي سيمونز اللي حطيت عليه الريسك وقلت انا هرسك عليه. عمل اسيست قبل ما يخرج في الشوط التاني، وكان شاط في اول الماتش اصلا، كان حاول على الجون. فجاب لي 6 نقط. يعني انا راضي بيهم احسن من لما كنت هسيب قدوس ما عملش حاجه في الماتش. ف6 نقط شافي سيمونز. الناحيه التانية بقى جيرليتش، يعني الريسك اللي خيش بقى المره دي. يعني انا عندي لاعبين في التشكيله خيشوا ما جابوش نقط عليه، هما اتنين. اولهم جيرليتش اللي ماتش ايفرتون خلص تعادل، جاب لي نقطتين احسن من ما فيش على الاقل. الماتش الجاي مع كيرليتش قدام ليفربول، مش عارف اسيبه بقى ولا اغيره. يعني قولوا لي في الكومنتات لحد يوم الخميس او الجمعه لما ننزل فيديو التشكيله نشوف هنبقى عاملين ايه، بعناه ولا هنسيبه بقى نريسك كمان. جاب لي نقطتين بس انا راضي. سيمينيو 13 نقطة. يعني عمل اللي هو عمل الاسيست الاول. يعني سيمينيو نجم دوري لحد دلوقتي. من وجهة نظري هو نجم الدوري، في كل ماتش بيساهم مع بورنموث، وبورنموث ماشي كويس في الدوري. وصلاح بالكابتنة، وفي اخر دقيقة كان هيشيلني ماتش الليفر وبرنلي اللي كان بيشيل كل ده في اخر دقيقة، والدقيقة 95 ومن ضربة جزاء صلاح بالكابتنة و18 نقطة. انت صح لو ما كنتش جبتها صلاح. نطلع بقى للتلاتة اللي قدام. التاني اللي خايش معايا بعد جيرليتش هو ماتيتا. في الفيديو اصلا بتاع الوايرد جارد انا كنت حاطط وود، بس كنت قايل لكم ان انا لسه مش مستقر على وود ممكن اغيره، وكويس اللي انا غيرته ما عملش حاجه في ماتش ارسنال. وحتى ماتيتا ما عملش حاجه بس جاب لي نقطتين احسن وود كان هيجيب لي تقريبا 0 أو نقطة. وجوا كيرسي اللي سجل في ثلاثيه ارسنال جاب لي 6 نقط. يعني لسه الماتش الجاي قدامه استهام باين، مش فاكر قوي. وجواو بيدرو 7 نقط اللي صنع لكل بالمر. يعني كنت تجيب جون كمان، يعني بالمر رجع يسجل ما كنتش عارف تجيب انت كمان جون. يعني اللعيبه مظبطيني، ما فيش غير جيليتش وماتيدا بس هم اللي جابوا نقطتين. يعني دول كمان لو كانوا عملوا حاجه، او لو كان معايا هالاند. ودي الدكه بتروفيتش جاب لي نقطتين، كاش 5 نقط، روجرز 3 نقط، ستيفو من بيرنلي ده جاب لي 4 نقط. يعني حتى بيرنلي وهي خسرانه وما طلعتش كلين شيت جاب 4 نقط، كويس والله. اعتقد ان انا ممكن لو مش هنبيع جريتش ممكن، يعني انا شايف ان احنا ممكن ما نبيعش حد الجوله الجايه، هنشوف الكلام ده يوم الخميس. بس انا ممكن العب روجرز مكان جريتش عشان جريتش عنده ماتش ليفربول. فانا لسه مش مستقر اصلا على حاجه، كل ده هنشوفه يوم الخميس او الجمعه في فيديو التشكيله بتاعت الجوله الخامسه. يعني الصدمه بس انا كنت بقول التشكيله من سكرين كنت واخدها من اللعبه، وبقولها من سكرين يعني مش من اللعبه. فدخلت اللعبه دلوقتي وبعمل ريفرش بس بشوف لو النقط زادت او حاجه، واشوف ترتيبي كمان. لقيت على العالم زاد بعد ما كنا شايفينهم 118 دلوقتي 139. فانا الصراحه انا عايز اخش اشوف التشكيله.
139 نقطة ومفعل البنش بوست يعني نقط الدكة كمان. في حراسة المرمى جاب راية طلع بكلين شيت جاب له 6 نقط. خط الدفاع روميرو وفان ديفان ثنائي من توتنهام، دبل توتنهام دبل دفاع من توتنهام. روميرو 12 فان ديفان 14. جابريال من ارسنال 9 نقط. ازاي كنت واثق اصلا في مدافع من ارسنال وارسنال بتقابل نوتنجهام ونوتنجهام احنا عارفين هجومها قوي وكده يعني. ومدافع كريستال بالاس جاب له 6 نقط. صلاح ما كانش عالي الكابتنة جاب له 9 نقط. زوباميندي جايب له 16 نقطة. دبل نص ملعب كايسيدو وانزو، اول مرة اشوف حد عاملها الصراحة. اعتقد يعني اللي بشوفهم بيبقوا جايبين كايسيدو بس، انزو بس، بالمر بس، ما عدا انزو وكايسيدو ثنائي من نص ملعب تشيلسي. كايسيدو 12 انزو 4 نقط. والتالت بتاعهم جواو بيدرو 7 نقط. هالاند بالكابتنة جونين 26 نقطة. يعني دي الوحيدة اللي ممكن تبقى منطقية يعني. مش منطقي في التشكيلة هي الدبل نص الملعب بتاع تشيلسي وزوباميندي. الدكة بتاعته بوب جاب له 8 نقط اكتر من راية. ومنوز بتاع فولهام نقطتين. وتوتنهام لاعب توتنهام ده جاب له 5 نقط. وريندرز 3 نقط. يعني والنبي انا نفسي يبقى حظي يبقى نفس حظ الناس دي، ويعني اخد ريسك اكتر من انا كنت جايب جريليتش في التشكيل وحطيلي تشافي اللي ملعبش ولا ماتش مع توتنهام وكان اول ماتش ليه. مش عارف اعمل ايه تاني. نفسي اعدي ال 100 نقطة والله في حياتي. يعني يعني انا اعلى حاجة جبتها كانت 95 نقطة. عمري ما عديت ال 100 نقطة. فبس كده يعني انا صح والوايلد كارد بينجح ونعدي ونجيب ال 85 نقطة. فاستنوا الفيديو بقى التشكيله بتاعت الجوله الخامسه يوم الخميس او الجمعه بالكتير قوي، ونشوف هنعمل ايه، هنبيع مين ونجيب مين. فما تنسوش في القناه فعل الجرس عشان يوصلكوا الجديد. وبس كده.